الاهلي بيخسر من فلامينجو البرازيلي 4-2. قبل الماتش كان في تفاؤل، بعد الماتش في حزن. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصري في اسيست بيبو. الاهلي شال من فلامينجو 4. طيب، دلوقتي في قصة ان الناس بتشكر في كولر جامد قوي قوي. انا على فكرة كنت بشكر فيه جدا. انا من الناس اللي كانت بتشكر في كولر جدا، لكن هو في ماتش النهارده وماتش الريال في مشاكل، في اخطاء فنية. ليه بقى بنقعد نقول ده اخطاء فرديه من اللعيبه ونظام البطوله غلط؟ يعني اللي انا عارفه، اللي لو هي كده تقول كده على موسيماني، تقول كده على مش عارف مين، تخلي كلامك واحد. الاعلام المصري تقريبا اغلبه بيشكر في كولر. ماشي، انا معاك والله في كل حاجه، بس في اخطاء محدش بيقولها ليه؟ في اخطاء في التشكيل محدش بيقولها ليه؟ في اخطاء في التغييرات محدش بيقولها ليه؟ لعيبه واقفه غلط، محدش ليه بيقول ان المفروض المدرب لما يشوف لعيب واقف غلط هو المسؤول؟ محدش بيقول كده خالص ليه؟ مش عارف، حاجه غريبه. ما علينا. نبدا بالتشكيل. التشكيل: لعب الشناوي في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، علي معلول. قلب دفاع: ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. قدامهم حمدي فتحي ومروان عطيه. مروان عطيه زيرو خبره، زيرو خبره. على اليمين طاهر، على الشمال احمد عبد القادر، وقدام محمد شريف وبيرسي تاو. والاغلب كان بيرسي تاو هو اللي بينزل تحته صانع العاب. تمام تمام. تغييراته كانت ايه في الماتش؟ محمد هاني نزل عشان خالد عبد الفتاح اتطرد بس. طيب، دي اقسم بالله لو موجوده مع اي مدرب تاني غير كولر كان اتعلق له المشانق، واولهم موسيماني. واولهم موسيماني. دي حاجه على فكره مستفزاني جدا. اللي هو انا عايز الراي يبقى واحد، يبقى عندك شخصيه واحده. يا عم بلاش الراي واحد. الاصل ايه؟ الصح ايه؟ هل في مدرب يكون خسران ويعمل تغيير واحد بس لمده 90 دقيقه؟ ما هو التغييرين بتوع حسين الشحات وبتوع اليو ديانج ما يتحسبوش. انت بتنزلهم في الدقيقه 90 وانت خسران 3، ازاي يعني؟ ازاي؟ فانت قاعد 90 دقيقه بتعمل تغيير واحد؟ مفيش اي حاجه تانية؟ مفيش اي تجهيز تاني؟ في ظروف اخرى موسيماني، مش هنجيب سيره موسيماني، طب خلي موسيماني دي حلقه لوحدها عشان الموضوع مستفز قوي بصراحه. بس طالما هي كده نتكلم في كل حاجه على كولر بقى، نقول كل حاجه على كولر. قلنا التشكيل. التشكيل بالنسبه لي الى حد ما مش معقول. مروان عطيه وخالد عبد الفتاح. مروان عطيه وخالد عبد الفتاح. صعب قوي يبداوا ماتش زي ده، صعب جدا يبداوا ماتش زي ده. حضرتك المدرب هو اضرب باللعيبه وبالقايمه بتاعته. انت كنت تدرج اللعيبه بتاعتك المهمه وتحطها في الماتشات المهمه. يعني ما احطش كل اللعيبه المهمه بتاعتي في ماتشين سهلين جدا: اوكلاند وسياتل. اوكلاند وسياتل. ما ينفعش احط اهم اللعيبه عندي في ماتشات سهله. المفروض بقى كنت اشيل الشحات. يعني انت اهم حاجه عملتها ان انت ما لعبتش حسين الشحات ماتش سياتل ولعبت ماتش ريال مدريد. كان اداؤه عامل ازاي؟ كان اداؤه عامل ازاي؟ محمد هاني كذلك، المفروض تلعبوا ماتش وتريحوا ماتش. علي معلول كذلك. يا عمي احنا لعيبتنا مش مدربه انها تلعب طول الموسم او تلعب 5 ماتشات ورا بعض. مش مؤهله لكده اللعيبه دي خالص. حمدي فتحي مفيش. يعني عبد المنعم وياسر ابراهيم عليهم وليهم. ليهم حاجات كويسه كتير وعليهم برضو كتير. حمدي فتحي سيء جدا النهارده جدا. مروان عطيه مفيش نص ملعب اصلا النهارده. بيرسي تاو هو الوحيد اللي كان بيتحرك كويس، بيتحرك في الحته احسن واحد بيتحرك بيرسي تاو. احسن واحد بيتحرك عشان يستلم الكوره وعشان يخلق فرص بيرسي تاو. لكن لما بيستلم الكوره مفيش. طيب، دخل اي التحام؟ مفيش. اي حد بيكح جنب منه بيقع. محمد شريف. محمد شريف في مشكله كبيره جدا الايام اللي جايه.
هيواجه انتقادات لاذعه جدا 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 جدا، وهو اللي جابه لنفسه بسبب الهجمه اللي ضيعها دي. انت ما عندكش الثقه في نفسك. جنبك طاهر، يعني لو ما كانش جنبك طاهر ما كانش حد هيشيلك. جنبك طاهر، مع ان برضه تشيل برضه، انت مهاجم، في ايه يا عم؟ روح حط ببطن رجلك في البعيده، حطها لوب صغير، في ايه؟ عبد القادر الماتش ده الى حد ما افضل لاعب، لكن عليه كتير. ده جايب جونين يا عم، ايه اللي عليه؟ وعمل فرصه جامده، عليه كتير. عبد القادر مسك الكوره كام مره، خسرها كام مره. عبد القادر ما كانش بيتحرك كام مره. لا، في الهدف عالمي، في الهدف اللي هو التاني عالمي. الجون الاول حلو ان هو جابه، بس في حاجه على فكره. معلول برغم ان هو عليه اخطاء النهارده، لكن معلول بيعمل العرضيه اللي ينفخ فيها تخش جون. محدش بيستفيد. محمد شريف مش مستفيد، طاهر ده مش طاهر النهارده، حد شافه. طاهر مش مستفيد، حمدي فتحي مش مستفيد. ده علي معلول لعب واحده جميله جدا جدا الشوط الاول، جميله جدا الشوط الاول، عايزه حد يريحها بدماغه، مفيش. بيعمل عرضيات قاتله علي معلول، محدش بيستغلها. مهم الشوط الاول مشى كالتالي: ان الاهلي متراجع جدا، وفلامينجو ضاغط. على فكره فلامينجو ده فريق قوي جدا 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 جدا، وهو تقريبا اتخطف في ماتش الهلال، اتخطف. الاهلي متراجع وفلامينجو ضاغط جدا على الاهلي، لحد ما حصلت ضربه الجزاء اللي تسبب فيها علي معلول. هي ضربه جزاء، هي ضربه جزاء. بعد منها ابتدى فلامينجو يريح شويه، هو اول ربع ساعه يعتبر. كرة تانية لفلامينجو اللي اتلعبت في ظهر خالد عبد الفتاح، ودخل لاعب فلامينجو حطها بالراس، صدها الشناوي، نزلت قدام المدافعين، محدش متابعها. دخل لاعب فلامينجو يحطها تاني. دي من الحاجات اللي على ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. ابتدى بقى بعد الجون الاول الاهلي يمسك كرة شويه ويحاول يطلع سنه سنه، لحد ما انهى الشوط الاول بمنتهى القوه. في اخطاء كتير جدا من اللعيبه ومن كولر. ما ينفعش لعيب يبازي غلط واسكت انت كمدرب. ما ينفعش لعيب في حته فاضيه لو انطلق فيها واتلعبت له يعمل انفراد وما اتكلمش. انت فوت واقف على الخط، فلان اجري هنا، هنا. ده ده ممكن ما تتكلمش، انت ممكن تشاور كده بس. الحته دي يعني فاضيه، يعني انطلق فيها معلول، انطلق فيها عبد القادر. دي فاضيه، انطلق فيها طاهر، انطلق فيها خالد عبد الفتاح. في عيب النهارده طول الماتش، وهو ان في فرق كبير جدا بين خط الدفاع وخط الوسط. دايره كده في النص لعب فيها فريق فلامينجو طول الماتش، وكان مكسبه منها، كان مكسبه منها. في جاب كبير بين نص الملعب والهجوم. الفرقه كلها مش حته واحده، خد الفرقه كلها كده، يطلعوا كده وينزلوا كده. مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص عند الاهلي، اللي الاعلام بيقول ده احسن بطوله عملها. ده يعني اقول ايه؟ ده بقى اللي بجد اسمه الاداء المشرف. هو ده الاداء المشرف، العب لعبتين واشيل خمسه وسته. هو ده الاداء المشرف. بصراحه حاجه مستفزه جدا من الجماهير ومن الاعلام، يعني حاجه في منتهى الاستفزاز بصراحه. ويقول لك ده في نظام البطوله فاشل، عشان الريال بيجي يلعب ماتشين ويمشي، والاهلي بيبقى لاعب مثلا ماتشين قبلها. يا سيدي، ما قلتش كده ليه ايام موسيماني؟ انت كواحد من الجمهور والاعلام ما قلتوش كده ليه ايام موسيماني؟ محدش قال الكلام ده ايام موسيماني. اذا كلكم كدابين وكلكم مالكوش حل، ده سواء من الجمهور او السوشيال ميديا الاهلاويه او الاعلام. محدش قال ان ريال مدريد لعب في 11 يوم او 12 يوم نفس عدد ماتشاتك، ده بالعكس انت مريح يوم زياده عنه. ما انت هتكلمني في عدد الماتشات والايام، هكلمك بقى. ريال مدريد لعب ماتشات اكتر في وقت اقل منك. فلامينجو كذلك، لكن فلامينجو يزيد عنك يومين او يوم. ما بتكلمش على البطوله، انا بتكلم على كل الماتشات، بتكلم على كل الماتشات. الماتش ده عايز فيديو تاني لوحده غير الماتش، نتكلم فيه عن نفاق الاهلاويه، نفاق الاهلاويه والاعلام المصري. مهم، معانا صور للشوط الاولاني، هنبص عليها مع بعض ونرجع لبعض تاني.
هنا طبعا اول حاجة ضربة الجزاء اللي تسبب فيها علي معلول، وكان الهدف الاول. هنا اللعبة دي الراجل ده لو كان لعبها هنا لعبة مستريحة اكتر من كده كان هيحطها من مرة واحدة على فكرة. لكن هو شغل معمول محترم منهم. برضو لو كان ريحها للراجل ده كانت هدف سهل جدا، لكن لعبها على طول، والشناوي طبعا تألق فيها ونزلت تاني للراجل وحطها فوق. طيب اللعبة دي غريبة قوي. معلول بيلعب فاول، ليه باقي اللعيبة ما راحوش مع الكورة زي فريق فلامينجو؟ ليه؟ اللعيبة واقفة ما بتتحركش. حاجة حاجة والله العظيم غريبة جدا يا جدعان، ايه ده؟ اهي اللعيبة كلها راحت مع الكورة وفي لعيبة واقفة ما اتحركتش. طب هي الكورة هتجيلك لحد عندك مثلا يعني؟ عايز اعرف ليه كل الفرق اللي بتلعب الاهلي اي لعيب يقف على ال 18 بيسدد بمنتهى الاريحية؟ ليه؟ حتى في وجود حمدي فتحي وديانج. يا عم كولر اتكلم شوية مع اللعيبة دي، يا اما انت حط تعليمات اقوى من كده. يعني المفروض يكون في شراسة في الضغط اكتر من كده. ازاي يعني لعيب يقف براحته ويسدد؟ وحصلت كتير جدا على فكرة. هنا اللعبة جميلة جدا جدا، وتحرك من بيرسي تاو 10/10، 10/10. هو طبعا ما نجحش يلعب العرضية، اتقفل عليه زي الشوم كده. بس انا عندي سؤال يا عم كولر، ليه دي فاضية على طول في اي هجمة في كل ماتشاتك؟ ليه الزاوية المقابلة للهجمة فاضية خالص؟ ليه؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف. طبعا هنا اتعمل عليه بلوك قوي جدا جدا. هنا حاجة غريبة وعجيبة جدا. جناح في النادي الاهلي مش عارف يلعب عرضية. العرضية دي لعبها طاهر محمد طاهر، لعبها ارضية ضعيفة، طلعها دفاع فلامينجو. غريبة برضو. هنا الهدف ركنية من علي معلول. ده بقى فرق كواليتي، قبلها بتاعت طاهر ودي بتاعت معلول. ده فرق كواليتي. وبيلعب عرضية على فكرة أي حد هينفخ فيها والله هدف. عرضيات علي معلول أي حد هينفخ فيها هدف. لكن برافو من عبد القادر طبعا يعني. ده بقى فرق الكواليتي بين العرضية وعرضية اللي هو مش موجود أصلا في الأهلي. هنا لعبة محمد شريف اللي خدها على الطاير، دي لو كانت جت كانت هتغير حياة محمد شريف الشخصية والله، مش الكروية. خدها على الطاير، لو ركز فيها هتعمل شغل عالي. يا شريف ركز عشان نهايتك قربت. هنا اللعبة دي، هل المنطقة دي صح كده؟ صح كده؟ شوفوا يا جماعة أي فرقة بتهاجم المنطقة دي ما تبقاش كده خالص. فيها واحد منطلق سواء علي معلول أو أحمد عبد القادر ويوسع الملعب وتخش بتبقى هدف. طبعا اتسددت التسديدة ملهاش أي 30 لازمة. نفس الدايرة ما اتحركتش. شايفين هجمة تانية خالص، نفس الدايرة ما اتحركتش. مساحة مش طبيعية. طب دي لو اتلعبت عرضية وعبد القادر أو علي معلول منطلق، هدف ولا مش هدف؟ طبعا اتلعبت لعبة غريبة جدا. هنا برضو علي معلول تاو هيئها له حلوة جدا جدا جدا. لو كان رفع عينه وبص، تفاصيل، والله العظيم تفاصيل. لو اتلعبت عرضية لأي حد من الناس دي هيجيبها، سواء طاهر أو محمد شريف، والله هتيجي. تفاصيل يا جماعة. بص منطقة فاضية قد إيه، تفاصيل. فين التفاصيل؟ ماشي كالعادة، ما علينا. شوف اللي بعده. دي هجمة من خالد عبد الفتاح، طلع بيها كويس جدا 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 بأمانة يعني. عدى فيها كويس، ضغط وعدى من واحد، دخل في صراع بدني مع التاني وتهيأت له كويس جدا 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 جدا. يتصرف فيها ازاي؟ لا ده اللي المفروض يتعمل، لكن هو ما عملش كده. ده اللي المفروض يتعمل، ده اللي المفروض يتعمل، لكن هو ما عملش كده. اتلعبت عرضية رايحة في 60 داهية. لعبت عرضية بعيدة خالص عشان تضيع بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة كالعادة. طيب هنا بيرسي تاو كان بيشوط كتير قوي في الماتش ده من بره ال 18. طبعا هي تسديدات ملهاش اي لازمه لانها ما بتروحش حتى بين الثلاث خشبات. لكن انتوا شايفين لو رفع عينه ولعبها في الدايره وبعدين لعبها بالعرض، صعب صعب. طيب هنا اول لقطه في الشوط الثاني، وكانوا واخدين تعليمات باللعبه دي اللي اتكررت اكتر من مره، اكتر من مره. وهي ان الحته دي في الاهلي فيها مشكله.
حمدي فتحي هو غطى طبعا في الهجمه دي، لكن دي اتلعب عليها 10 على 10 من فلامينجو. مدرب بيذاكر. هنا احمد عبد القادر، ليه احنا ما نستغلش اللعبه دي؟ شايفين المساحه الفاضيه قد ايه؟ شايفين؟ ليه تتلعب بالمنظر ده وتطلع بره؟ ليه؟ تفاصيل. هنا نفس اللعبه ونفس الانطلاقه اللي انا حذرت منها من شويه وقلت هم خدوا بالهم منها. فين هنا ضغط حمدي فتحي ومروان عطيه؟ مش موجود، مش موجود خالص. انا حذرت من اللعبه دي وقلت يا جماعه الفرقه دي عرفت ان في خلل ما بين نص الملعب والدفاع، في جاب كبير لعبوا عليها. طبعا دي تسديده اتسددت بمنتهى السهوله لكن طلعت بره، لكن ده كان انذار اكتر من مره. اهي طلعت بره، انذار. هنا كان ضربه الجزاء، لو كانت جت كان الماتش هيتغير خالص، وعلي معلول استاذ في ده، لكن طبعا ضاعت. هنا الجون العالمي، الهدف العالمي من احمد عبد القادر، اللي لو عملها مرتين ثلاثة في الماتش هيبقى حاجة تانية خالص. بيعدي من واحد واتنين وبيركنها ارضية، الحارس طبعا ما يقدرش يعمل فيها حاجة. جميلة جدا من عبد القادر، جميلة جدا 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 جدا. لو اشتغل على نفسه في اللعبة دي في كل ماتش هيفرق. هدف، بصوا ما يقدرش يعمل حاجة الحارس. هدف جميل جدا بصراحة. اكتر لاعب في الاهلي كان بيتحرك كويس بيرسي تاو. بصوا التحرك ده، بصوا هو شاور له اهو، شاور له، ده لعلي معلول، ليه اللي ليه وعليه اللي عليه. تحرك مثالي من بيرسي تاو. وعلي معلول اللمسه الاخيره اللي انا كنت بقول لكم عليها عملها 10 على 10، لكن اللمسه الاخيره والله ما انا عاملها اهو فوق، مش هعملها. ضيعت، تستحمل. تستحمل بقى خالد عبد الفتاح، لسه ما عندوش خبره، تستحمل. ايوه تستحمله. هنا بقى اللعبه دي لو اتسقطت للراجل اللي ورا ده، انفراد وهدف. تفاصيل، تفاصيل. طبعا طلعت من الدفاع، لكن لو ما طلعتش انتوا عارفين. اتعمل عليها بلوك من ياسر ابراهيم. اللعبه دي اتعمل عليها بلوك 10 على 10 من ياسر ابراهيم، ياخد حقه. ها، ها، مفيش مدرب بيتكلم؟ ده مدرب فلامونجو ده غلبان قوي. دي مساحه يتلعب عليها، تاكل عليها عيش، احلى عيش تاكله عليه، احلى عيش تاكله عليه طبعا. هنا حاجه غريبه برضو قوي، فاول. ده بالنسبه لك انت فاول؟ ايدي، ايدي بجد والله. عمرك شفت حد ما يأمنش خط ال 18 بتاعه والتاني بيشوط؟ مش يهيئها له تهيئه حلوه كده هيسدد بمنتهى الاريحيه؟ طيب دي هجمه عاديه جدا جدا ده بالنسبه لك انت، لكن بص التفاصيل اللي اصلا فلامينجو مش مهتم بيها ولا الاهلي. تفصيله، تفصيله ملهاش حل، تفصيله ملهاش حل. دي لو كانت اتردت من الشناوي ونزلت للاتنين دول هدف. تفصيله، بص التفاصيل، شفتوا التفاصيل؟ هنا نجم الماتش احمد عبد القادر، اللي ليه وعليه اللي عليه، بيديها لمحمد شريف اللي تقريبا بيشطب مع الاهلي وهيمشي قريب. محمد شريف بيشطب مع الاهلي وهيمشي قريب. انت ما عندكش الثقه تجيبها جول، ارمي الحمل ده على اللي جنبك، ارمي الحمل على اللي جنبك على طول. اهي هنا قبل ما تشوط مفيش لاعب بيبص، مفيش لاعب كاشف الملعب خالص. شيء سيء جدا من اللعيبه بتاخد ملايين بصراحه. طبعا بدأ الاهلي يقع خلاص بسبب استهتاره واستهتار اللعيبه. اول واحد الشناوي بيغلط خطأ ما يغلطهوش يعني. هنا برضو حاجه غريبه، محمد هاني واقف، محمد هاني واقف، ما تضغط. ده بقى محمد هاني اللي احنا نعرفه بتاع زمان، هو ده اهو واقف، شايفين؟ واقف ما اتحركش، اضغط. هنا اللعبه بتاعت ضربه الجزاء على محمد هاني، يعني ما يشيلهاش قوي وما تتحسبش بصراحه، يعني 50 50 ما تتحسبش قوي يعني. لكن هي فتحت خلاص بقى، انت طالما انت ما احترمتش الكوره اهي مش هتحترمك، ما احترمتش الكوره مش هتحترمك. ضربه جزاء وهدف وشكرا، شكرا للماتش على كده.
هنا بيرسي تاو لعيب محترف بياخد بالدولار، ازاي مش عارف يستلم ويلعب ويشوط؟ استلم وسدد، استلم وسدد، صعبة صعبة. مش عارف يعمل ده، مش عارف يعمل ده. هنا تسديدة من طاهر، هنا اليأس بقى، ده انا بسميه اليأس في اللحظات دي. ليه؟ ليه ما تلعب على شمالك او على يمينك؟ دي بقى المنطقة اللي انا من امبارح عمال اقول لكم عليها. يا جماعة حفظوكوا، عرفوا ان انتوا عندكم خلل في الحتة دي ويلعبوا عليها. طبعا هدف جميل جدا على فكرة، جميل جدا جدا جدا، ما عندناش لعيب يعمل كده الا احمد عبد القادر كل 10 سنين. طيب شفنا مع بعضينا الشوط الثاني واللي فيه طبعا وجبه دسمه جدا جدا جدا. ليه؟ حالات للاهلي وعلى الاهلي. اللي حصل ده اداء مشرف، بتنزل تعمل لعبتين وبتقول انا بهاجم وبتعمل كده وخلاص، لكن في الاصل ايه؟ انت خدت على دماغك. يا جماعه الكوره، التكتيك بتاع الكوره 70 80% منه مكر وخبث. مكر وخبث. يعني ايه مكر وخبث؟ انا هطمع ده في حاجه عشان انا اعمل حاجه. انا ههيئ للي قدامي واديله وضعه واخليه كانه هو كده ماسك الماتش واعمل اللي انا عايزه. الشوط الثاني قلت عليها هم لعبوا على كذا ثغره. اهم ثغره هي ان هم يرجعوا ورا شويه ويدوك حريتك في الهجوم لحد ما جبت جول. لكن هم كان عندهم سيستم واضح، وده انا قلت عليه قبل الهدف اساسا وقبل الطرد. بيلعبوا ورا خالد عبد الفتاح. انت يا مدرب، على فكره ده اي مدرب في الدنيا لما بيشوف الفرقه اللي قدامه اصطادت لاعب وبتلعب وراه هو باك، انت اقف ما تطلعش. يا عم انا مدرب وقدامي الجيم وشايف خالد عبد الفتاح هيتلعب في ظهره كتير، يا خالد اقف ما تطلعش. الحمل زاد على خالد عبد الفتاح. يا حمدي فتحي يا مروان عطيه خليكم مع خالد. انتهت. ده في الدوري المصري بشوفها دي، مدربين مصريين بيعملوها. طب ايه اللي حصل بناء على الثغره اللي اتلعبت مره والتانيه؟ حصل منها تسديده اللي انا جبتها محدش لحق يطلعها. بيلعبوا الثغره التانيه هي القوس بتاع ال 18 ما بين الدفاع بتاع الاهلي وبين خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطيه. الثغره دي لعبوا عليها كتير، كلوا عيش. مكسبهم كان منها، جت منها ضربه الجزاء. ليه؟ اللعيبه كده واقفه في الحته دي، محمد هاني ورا، خط الوسط قدام. اللعبه اتلعبت، الزحلقه لورا جت لمحمد هاني. ثغره 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 لعبوا عليها. على فكره في ماتشات كبيره جدا في بطولات عظيمه جدا، كاس عالم بقى، منتخبات، انديه، بتاع، بطولات عظيمه جدا بتبقى قايمه على لعبه زي دي، ثغره للفرقه اللي قصادي. في حاجه عايز اقول لك، موسيماني يمكن هجوميا ما كانش عظيم، موسيماني هجوميا ما كانش عظيم، لكن كان عنده ميزه اشهد له بيها، وهي ان بيذاكر الفرق المنافسه كما انزل. يعني ما بيخليش فيه ثغرات في فرقته كتير يتلعب عليها، بيشوف الثغرات اللي في الفرقه المنافسه وبيلعب عليها. لكن الشكل الهجومي الجمالي ما كانش موجود مع موسيماني، لكن كان كل ماتشاته تكتيك فني على اعلى مستوى. واحنا بنقول ايه ده ما بيفهمش، ده كفته. انا مش فاكر ان جيل ابو تريكه كسب الزمالك 5، موسيماني كسب 5 بلعيبه متواضعه جدا، تكتيك فني منه. ده بالعكس بقى، مع اختلاف الظروف، ان الزمالك كان واقع جدا ايام جيل ابو تريكه، واقع جدا ومفيش لعيبه ومفيش فلوس. دلوقتي الزمالك اقوى بكتير من الاول، دلوقتي الزمالك اقوى بكتير من الاول. موسيماني كسب الزمالك 5. انت يا اهلاوي تبص للزملكاوي كده وتعمل شابوه، والاعلام الزملكاوي ان هو كرهك في موسيماني. الاعلام المصري والزملكاوي وقليل من الاهلاويه، مش عايز اقول اجماع الاهلاويه، قليل من الاهلاويه كرهوك في موسيماني. مدرب على فكره، مشكله موسيماني نفس مشكله كولر، بيطلبوا من الاداره لعيبه ما بتجيش. انا كلامي انحرف شويه عن الماتش، لان الانحراف عن الماتش ده مرتبط بالماتش. كولر من شهر 10 و11 بيقول لك عايز مهاجم وجناح، جبت؟ ما جبتش. جبت القندوسي مش جناح ولا مهاجم، جبت مروان عطيه مش مهاجم ولا جناح،
جبت كريستو ما شفناهوش. في حاجه تانية مهمه جدا برضو بعيد عن الماتش شويه، هي كولر. دلوقتي انت ادرى بالقائمه بتاعتك. انا من وجهه نظري برونو سافيو حتى لو فني قليل ومش عاجبك، مركزه انت محتاج له. يعني انت في ناس قاعده على الدكه مش هتحتاج لها، محمد فخري، اما انت مش هتاخد معاك برونو سافيو. كنت ادي محمد فخري في الدوري اكتر من كده عشان يلعب معاك. مفيش. كريستو جناح محتاج له، ما عندكش اجنحه. حسين الشحات اما انهج لقيت طاهر مش قادر انه راجع من اصابه. شادي حسين محتاج له. انت ما ظبطتش القائمه بتاعتك للعيبه اللي هتلعب. الله يمسيه بالخير موسيماني، الشيخ طه، والله شفت الاستوديو ده، قال ده مدرب فقير فنيا انه هو يريح كل اللعيبه دي قبل كاس العالم. ده احنا هنروح هناك هنتفضح، قال كده حرفيا، هنروح هناك في كاس العالم هنتفضح. رحنا عملنا احلى اداء، احلى اداء. كان موسيماني يريح في الدوري والكاس الرابطه كل اللعيبه الاساسيه كلها. راح كاس العالم عمل احلى اداء. ده كده بقى ايه الجهابزه بتوعنا هم اللي بيقولوا على المدرب اللي كان موجود كده. فانت يا عم كولر ما ظبطتش القائمه بتاعتك قبل ما تطلع. اطلع في الاعلام وقول انا طلبت من الاداره واحد واثنين وثلاثه وما جابوش. اطلع بعد كل ماتش قول كده. لبس الاداره مع الجمهور. لبس، عشان موسيماني عملها متاخر قوي القصه دي. عملها متاخر قوي. انت عاملها بدري عشان تكشف كل حاجه للجمهور. انا بحب الخطيب جدا، بحب هوبا جدا، لكن الحب حاجه والاداره حاجه. في سقطات في الاداره كتير كتير. انت من غير مدرب ما بيقول لك انت شايف محتاج مهاجم تجيب، من غير مدرب ما بيقول لك. انتوا ناس كويره بقى. مركز صانع الالعاب فقير جدا، مش عمران باللعيبه. القندوسي لسه، مروان عطيه مش صانع العاب. مفيش صانع العاب قوي، مفيش جناح قوي 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 بدنيا، مفيش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. عايز اتكلم كتير جدا لكن الوقت مش هيسعفنا. لو مسكت كل تفصيله هتنحرف عن الماتش. الماتش فيه كلام كتير جدا برضو. انا بصراحه حزين، حزين اكتر من الجمهور ان شايف الدنيا كده حلوه. انا حزين. هنقف في ظهر المدرب وفي ظهر اللعيبه، لكن في امور لازم تتغير. في لعيبه لازم تمشي، في لعيبه لازم تريح، في لعيبه لازم تيجي بمواصفات معينه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وادعمونا بالاشتراك في القناه واللايك، وشكرا.